في مرحلة ما من مراحل الارتباط بنلاقي الراجل كده خد خطوتين 3 لورا وبعد وما بيتصلش اصلا. غريب بقى ان انت بتسمعي من المحيطين بيه ان انت وحشاه جدا وان هو نفسه جدا يسمع مثلا صوتك. تبتدي تسألي نفسك الله، طب لو انا وحشاه ما بيتصلش ليه؟ تعالوا بقى ندخل جوه عقل الرجاله كده ونعرف هما بيفكروا ازاي، خصوصا لو شخص ناضج وعارف مسؤولياته كويس جدا. هو بيشوف ان الاتصال بعد فتره معينه ده هيفتح عليه ابواب كتير هو مش مستعد اصلا ليها. انت عندك تساؤلات كتير عاوزه اجابات ليها، عندك خطوات محدده عاوزه تمشي فيها ومفروض ان هو يلبي احتياجاتك في الخطوات دي، ارتباط بقى وحاجات كده، وهو ما عندوش استعداد في الوقت الحاضر ان هو يعمل كل ده. فبالتالي بيؤثر السلامه وبيفضل ان هو ما يتصلش عليكي مهما كانت الدرجه اللي انت وحشاه بيها، لان هو ما عندوش استعداد يفتح كل الابواب دي، وما عندوش القدره دلوقتي في الوقت الحاضر ان هو يعمل الخطوات اللي انت مستنياها منه دي. فبالتالي انت وحشاه لكن ما بيتصلش. احيانا بيكون البعد عن الاشخاص المترددين او اللي مش مستعدين للخطوه بيبقى افضل كتير.